بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم، معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض اللي بدأناه في شرح كلمات الدروس الخاصة ببريب 1. عندنا النهاردة ليسون جديد، هو ليسون نمبر 3، وليسون مهم جدا جدا جدا، مفيش امتحان يخلو منه اسئلة من الدرس ده. اسمه Atomic Structure او Atomic Construction of Matter. كلمة Construction يعني تركيب، وستراكشر يعني تركيب برضه، يبقى اتوميك كونستراكشن اوف ماتر. يعني احنا في الدرس ده بنتكلم عن تركيب الذره. احنا بنقول ان احنا عندنا اتوم، واتفقنا ان الاتوم دي اصغر حاجه موجوده في اي ماده. يعني اصغر حاجه موجوده في الحديد ايه؟ ان ذره الحديد. فالدرس ده بيتكلم عن التركيب بقى. فده كده اللي انتوا شايفينه ده شكل ذره، يعني دي كده شكلها، دي شكل ذره. الذره دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من حاجه اسمها نيوكليس في النص، وبتدور حوالين النيوكليس دي الكترونز. ماشي، بتدور حوالين الايه؟ النيوكليس دي الكترونز. انا مش بشرح الدرس، انا بس بشرح لكم الكلمات المهمه في الدرس ده. فتعالوا عشان ما اطولش عليكم في الفيديوهات وتكون الكلمات قدامكم واضحه، تعالوا نعرف الكلمات المهمة في ليسون نمبر 3 Atomic Construction of Matter، وتحفظوها كويس جدا 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 علشان تكونوا شاطرين. كلمة اتوم عرفناها كتير ان هي اسمها ذرة او اتوم. اتوم يعني ذرة، ولازم تكونوا فاهمين ان الذرة دي هي متكونة من حاجتين، متكونة من نيوكليس والكترونز بره. الكلمة اللي بعد كده اسمها اتوميك راديوس، يعني نصف القطر الذري. يعني ايه اتوميك راديوس؟ انا هفهمكم يعني ايه اتوميك راديوس. اتوميك راديوس انا عندي بقول ان الذره بتتكون من نيوكليس، حاجه في النص كده اسمها نواه. هقول لكم انا على حاجه. عارفين السولار سيستم؟ عارفين فاكرين السولار سيستم لما جينا اتكلمنا عن النظام الشمسي وقلنا ان السولار سيستم ده احنا عندنا الصن ان ذا ميدل، عندنا الصن في النص وبتدور حواليها الكواكب. نفس الكلام اللي قلناه على السولار سيستم احنا بنقوله على الاتوم. الاتوم دي فيها الشمس في النص، بس الشمس هنا بنسميها نيوكليس، دي النواه هي اللي في النص، وبيدور حوالين النيوكليس دي مجموعه من الالكترونز اللي هي الايه؟ الكواكب. باختلاف العدد بقى، كل اتوم ربنا خلقها. يعني اتوم الحديد مختلف عن اتوم النحاس، مختلف عن اتوم الالومنيوم، مختلف عن اتوم الزنك، وهكذا. فدي نيوكليس. ماشي، طيب النيوكليس دي فيها سنتر، يعني فيها سنتر هنا اهو. خلاص، ده كده اسمه اتوميك راديوس، يعني من اول النص لحد اخر حاجه في الذره، لحد اخر الكترون، ده اسمه اتوميك راديوس. كل ما الاتوميك راديوس يكون كبير تبقى الذره دي كبيره، كل ما الاتوميك راديوس يكون صغير الذره دي تكون صغيره. انا يهمني انك تحفظ الكلمه بس دلوقتي، وهنقعد نشرح في الموضوع ده لحد الصبح، اطمنوا يعني. يبقى اتوميك راديوس هو نصف القطر. عاوزكم تتخيلوا معنى الكلمه فقط وتحفظوها بتتكتب ازاي. كلمه سيمبل يعني رمز. كلمه سيمبل يعني رمز، وانا مش عاوز اتكلم كتير في حته الرموز، ولكن مثلا لما اجي اقول لك اتش يبقى ده ايه؟ ده هيدروجين. لما اجي اقول لك ان يبقى ده نيتروجين. لما اجي اقول لك سي يبقى ده كربون. لما اجي اقول لك او يبقى ده اكسجين. لما اجي اقول لك اتش اي ده هيليوم. فاللي انا بكتبه دلوقتي دي رموز بتعبر عن الكيميكال اليمنتس، بتعبر عن العناصر الكيميائيه، يبقى ده اسمه سيمبل. كلمه عنصر يعني اليمنت، زي الايرن، كوبلت، زنك، اي حاجه. نيوكليس يعني نواه، خدناها. الكترونز يعني الكترونات. تشارج يعني شحنه. كلمه تشارج دي مهمه جدا. انا عندي 3 انواع من التشارج، عندي 3 انواع من الشحنات. اول حاجه البوزيتيف، ودي بنرمز لها الرمز ده موجب. والنيجاتيف، ودي بنرمز لها الرمز ده اللي هو السالب. وعندي حاجه اسمها نيوترال. النيوترال ده بيبقى موجب وسالب مع بعض. يعني عارف انت المغناطيس؟ عارف الماجنت؟ الماجنت ده لما تمسكيه هتلاقي ان في بوزيتيف بول وفي نيجاتيف بول. فاكره ولا لا؟ كان في قطب كده كنا بنسميه نورث وساوث، او موجب وسالب. هو نفس الكلام في الاتوم، عندي موجب وعندي سالب. وعندي حاجه ثالثه اسمها نيوترال. يبقى انا لما اكلمك يعني ايه بوزيتيف تقول لي يعني موجب، نيوترال يعني متعادل، ونيجاتيف يعني سالب. تعالوا نقول يعني ايه برضو بالتفصيل شويه. الالكترونز دايما نيجاتيف،
عشان ايه؟ تكونوا متعودين عليها. الالكترونز دايما نيجاتيف، البروتونز دايما بوزيتيف، النيوترونز دايما بوزيتيف ونيجاتيف مع بعض. انا بحب ده على فكره، الدرس ده انا بحبه جدا جدا جدا، وبحب اشرحه جدا وسهل، وعلى فكره بريب 1 اصلا سهله بس عاوزه روقان يعني. فبوزيتيف ونيوترال ونيجاتيف لازم تحفظوا لي الثلاث كلمات دول بيتكتبوا ازاي. حاجه مهمه جدا اسمها اتوميك نمبر هنتعرف عليها، واتوميك ماس هنتعرف عليها لما نشرح الدرس، لازم تحفظوا المصطلحين دول. و انرجي ليفلز هي مستويات الطاقه. يعني ايه مستويات الطاقه؟ عشان ما حدش يفكر كتير، شايفين النقط اللي انتوا شايفينها دي اسمها مستويات طاقه. ده الليفل رقم واحد، كل واحد من دول ليفل، يعني ده رقم واحد، ده رقم اتنين، لو في واحد تالت هنسميه تلاته، لو في واحد رابع هنسميه رابع، وهكذا. دي مجموعة الكلمات اللي أنا حاببكم تحفظوها في ليسون نمبر 3 في يونت 1. وكده احنا خلصنا يونت 1. اتوم يعني ذرة، اتوميك ريديوس يعني نصف القطر الذري، سيمبل يعني رمز، element يعني عنصر، نيوكليس يعني نواة، الكترونز يعني الكترونات، تشارج يعني شحنة، بوزيتيف يعني موجب، نيوترال يعني متعادل، نيجاتيف يعني سالب. طبعا انا بتكلم على الشحنات. اتوميك نمبر يعني العدد الذري، واتوميك نمبر ده هو عدد البروتونات او عدد الالكترونات، هنتكلم عن ده بعدين. اتوميك ماس هو الكتله الذريه او الوزن الذري. انرجي ليفلز يعني مستويات الطاقه. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وكلمات جديده، اتمنى ان انتوا تهتموا بيها وتكتبوها في كشاكلكم وتحفظوها، علشان لما المستر يشتغل معاكم او لما انا اشتغل معاكم تكونوا جاهزين وشاطرين وبتجاوبوا، والماده تكون سهله جدا بالنسبه لكم. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.